بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير. الفيديو هذا اليوم أنا صورت لكم إياه وبعدين عدت تصويره. السبب راح تعرفون بعدين بنهاية الفيديو. خليكم أول مرة بالفيديو الأول. هنا أنا عندي دجاج مسحب 400 غرام، نقعته بالماء وقليل من الخل الأبيض حتى ليبس، ملح وورق الغار، فص ثوم صغير برشته، بهاي الأداة اللي تشوفوها، ملعقة طعام طحين، وتقريبا كوب حليب أو أقل الكوب حسب كمية الدجاج اللي دا تستخدموها. هنا صويا صوص، ملعقة طعام أو رشة على الطاوة، هنا مبروش قشر الليمون. هذا فطار فريش وينفع معلبات. راح أنظفها بالطريقة اللي متعودين عليها واللي أنا مصورتها قبل بالقناة، بس مثل ما يقولون بالإعادة إفادة، لأن أكو البعض يجوز ما شايفين هذا الفيديو اللي أنا نظفت بيه الفطور بهاي الطريقة. أبلل المحرمة وأمسحها. شفت القشر كلش ناعم، يعني ما قدرت أخذ من عنده رقيق بالسكينة، فقط نظفته بهاي الطريقة. وبعدين راح أقطعها شرائح أو مكعبات، التقطيع حسب الرغبة. أنا قطعته سلايسات صغيرة. هنا حيظهر عندكم بالصورة بهذا الشكل. كميته همينة تتناسب ويا الدجاج. هسه هاي المواد راح أدمجها سوية بكاسة وحدة، وراح أضيف رشة ملح، والصويا صوص ما هي بيها ملح، فبعد ما راح أضيف للطاوة ملح. حضرت هنا طاوة على هذا الطباخ الكهربائي، راح أضيف زيت زيتون يضيف طعم للأكل وهمينة صحي. هنا أنا نشفت قطع الدجاج، أنا مقطعتها مكعبات. مثل ما تعرفون ما نقلب بيها، نعطيها صدمة وننتظرها إلى أن يتغير لونها يصير وردي. يلا أبدي أقلب بيها. وضفت قشر الليمون. بعدين بديت بالفطار، ودا أخذ لكم مقتطفات من كل خطوة حتى تكون الخطوات واضحة عليكم، وبنفس الوقت الفيديو ما يكون مطول. هنا بدأ يتغير لون الفطار. هسه ضفت هذا الحليب بالطحين وصار بهذا الشكل. انتظره يسبك شوية، وهنا بعد ما برد قدمته بهذا الشكل، يعني بدون قصد مني صار مثل السمكة. ولحد هنا انتهى الفيديو الأول، وعدت تصويره بعد فترة لأن بصراحة ما حبيت لون صلصة الطحين، حسيتها غامقة هذه المرة. متعودين بالبيت من نطبخ، ما نعيد الوصفات بنفس الأسبوع ولا حتى بعد أسبوعين. بعد فترة يمكن ننسى الخطوات اللي سويناها أو نستبدل المواد حسب المتوفر. هنا أنا صحيح استخدمت نفس قطع الدجاج والفطر، بس هنا هالمرة قشرته لأن كبار، بس استبدلت الثوم بالبصل. مثل هيج تغييرات ممكن ما تأثر على الطعم ولا على النتيجة، بس سبب الصلصة صارت طاخ شكيت. أما الصوص اللي نضيفه يمكن خليت كمية أزيد وأكيد لونه غامق، أو شكيت استخدمت بدل الفطر المعلبات الفطر الفريش اللي بيه مثل هاي الشعيرات اللي تشوفوها اللي أنا أشبهها بخياشيم السمكة. أكيد هاي من نحمسها تنطي لون. أنا أفضل الفطر الفريش من يتوفر بالأسواق، فترات ينقطع أستخدم فطر المعلبات. من حبيت أسوي لهم إياه بعد شهر تقريبا، عدت نفس الخطوات. بديت بالبصل والدجاج حمصته زين، لكن بدل أن أضيف الفطار أول مرة ضفت صلصة الطحين مثل ما هسه تشوفون. هذا التغيير اللي سويته، وبهالحالة الصوص صار لونه أفتح عندي.
بعض الاختلافات بخطوات الوصفة أو مكوناتها يمكن ما تغير لي من الطعم، بس تغير من النتيجة. ومن أشارككم الإخفاقة اللي صارت عندي أو أشارككم هذا الاختلاف، أحس الفيديو يصير مفيد، مو مجرد أنزل محتوى على القناة. كنا معرضين لمثل هيك مواقف بالمطبخ مهما كانت خبرتنا، فإذا الفيديو يكون صادق يكون مفيد أكثر، حتى نتعلم من أخطائنا ونتجنبها بالمرات المقبلة. هسه هاي الوصفة بعد ما انتهت وصبيتها بهذا الشكل وزينتها، طبعا الطعم كلش طيب، هو بالحالتين طيب، بس مثل ما قلت لكم حسيت لون الصوص يختلف. وبنهاية الفيديو راح ارفق لكم صورة للطبقين حتى نشوف الفرق بين لون الصوص. هو يمكن بالتصوير ما يبين، بس بين عندي، لكن هي الوصفة طيبة، جربوها. وهذا الفيديو لهذا اليوم، اتمنى عجبكم. اشكركم على حسن المتابعة، مع السلامة.